السلام عليكم. بعد الصلاة على سيدنا محمد، النهاردة هبدأ معاك سلسلة فيديوهات عن المغالطات المنطقية. هنعمل فيديو عن مغالطة واحدة، لو الفيديو بتاعها عجبكم هكمل بإذن الله، لو ما عجبكوش خلاص هيبقى عملنا فيديو وشكرا جزيلا. أول حاجة، إيه هي المغالطات المنطقية أصلا؟ المغالطات المنطقية هي نوع من الأخطاء في التفكير أو الحجة، بيبان إن الكلام منطقي قدامك جدا لكنه في النهاية الكلام ده غلط أو مش دقيق، عشان كده بتسمى مغالطة منطقية. أنواع المغالطات المنطقية كتير جدا وبنشوفها على فكرة في حياتنا يوميا، وتقريبا بنستعملها يوميا، بس ممكن ما نكونش عارفين اللي احنا بنعمله ده اسمه ايه. خلينا نتكلم عن اول مغالطة منطقية معانا، وهي مغالطة الشخصنة، وهي انك ترد على الشخص بدل ما ترد على الفكرة اللي هو عرضها، ودي تقريبا بتحصل في حياتنا يوميا كده زي السلام عليكم. يعني ببساطة حضرتك عرضت فكرة معينة، ويجي حد بدل ما يقول لك الفكرة بتاعتك دي خلي بالك غلط، يقول لك لا انت غلط. في فرق شاسع جدا بين لما يقول لك انت غلط ولما يقول لك فكرتك غلط، لان الفكره ملهاش علاقه بالانسان. ممكن انا اكون انسان غلط في حياتي، لكن في موضوع معين طرحته وكان رايي فيه صح، فيجي حد عشان هو شايفني غلط مثلا في حياتي فيقول لي ان الفكره بتاعتك دي، مش يقول لي بقى الفكره غلط، يقول لي لا انت غلط. فهو هنا بيشخصن الموضوع، بيتكلم في الشخصيه مش بيتكلم في الفكره وبيناقشها هي صح ولا غلط. المغالطه دي بتحصل كتير جدا مع الناس اللي انت ما بتعرفش ترد عليهم فعلا، فبتضطر تشخصن الموضوع وتجيب صفات فيهم او حاجات غلط هم عملوها علشان تتكلم عنها بدل ما تروح تناقش الفكره اللي الشخص اللي قدامك بيعرضها. هديلك شويه امثله عن موضوع الشخصنه او موضوع مغالطه الشخصنه. واحد مثلا يجي يقول ده النظام التعليمي ده مثلا مش كويس او فاشل، فيطلع واحد يقول له شوف مين اللي بيتكلم عن التعليم، ويبدا يغلط فيك انت، مع ان انت ممكن يكون كلامك صح بغض النظر عن شخصيتك انت او انت عملت ايه في حياتك. ممكن واحد يجي يقول الكتاب ده ضعيف او الكتاب ده وحش او الكتاب ده تعبان او اي حاجه، فيجي واحد يقول له ده انت ما بتعرفش تقرا. هو هنا شخصا الموضوع. على فكره ممكن يكون الشخص ده عرف من ناس كتير جدا خبراء او ناس قرت وناس قالت 100% ان الكتاب ده فعلا وحش واجمعوا عليه، فهو هنا بيقول رايه. انت ببساطه تقدر ترد على رايه، تقدر تقول له لا الكتاب ده حلو عشان كذا وكذا وكذا، او انت تقول لي الكتاب ده وحش ليه. لكن انت سبت الفكره الاساسيه وقلت له انت ما بتعرفش تقرا. انت كده عملت ايه؟ شخصنت الموضوع، جيت على شخصيته وسبت الفكره اللي هو بيعرضها. مثال بقى مشهور جدا 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 في عالمنا وعلى السوشيال ميديا تحديدا، واحده تطلع تتكلم عن التحرش، فواحد يقول لها ايه؟ شوفي انت لابسه ايه. اول حاجه عملها شخصن الموضوع، ما راحش يكلمها في الفكره، ما راحش يناقشها. على فكره هي ممكن تكون غلط وتناقشها وتطلعها غلط، بس انت مين البدايه شخصنت الموضوع ورحت اتكلمت في شخصيه البنت وما رحتش رديت على الفكره ولا جبت سيره الفكره اساسا. الشخصنه دي بقى او مغالطه الشخصنه ليها انواع على فكره. في الشخصنه المباشره اللي حد يجي يقول لك في وشك كده انت كلامك غلط عشان انت غبي، انت كلامك غلط عشان انت كذا، خلاص فورا غلطك عشان شخصيتك. دي اسمها الشخصنه المباشره على طول. في الشخصنه المرتبطه بالماضي او الخاصه بالماضي، ان انت مثلا تيجي تتكلم في فكره التدخين، حد يقول لك انت بتتكلم عن التدخين ليه؟ ده انت زمان كنت بتدخن، انت زمان كنت بتدخن، انت دلوقتي بطلت، فيجيب لك حاجه من الماضي. هو برضو شخصن الموضوع وما ردش على الفكره بتاعتك ولا تناقش معاك في الفكره اصلا. في شخصنه بقى اللي هي خاصه بالمظهر، اللي هي بنسميها احنا التنمر. واحد يجي يتكلم في اي موضوع يقول له بص لابس ايه اللي بيتكلم، انت مالك هو لابس ايه؟ يرد على الفكره بتاعته يقول لك لا بص لابس ايه اللي بيتكلم ده. اسهل حاجه في الدنيا، شخصن الموضوع، بص على مظهر الشخص وبعدها قرر ان كلامه غلط او كلامه مش دقيق. بسبب ايه؟ بسبب مظهره، مع ان ببساطه ممكن يكون مظهره فيه مشكله ماشي، لكن كلامه سليم 100%. ليه الشخصنه او مغالطه الشخصنه خطر؟ لاسباب كتير جدا. اول حاجه بتضيع الحوار، بتخليك تبعد عن الفكره، بتخليني انا بناقش فكره معينه وانت عمال تتكلم في شخصيتي، الحوار ضاع خلاص، ضيعنا الفكره اللي احنا بنتناقش فيها، ما بقاش في فكره، بقيت انا عمال اكلمك في شخصيتي انت تتكلم فيها وانا بدافع عن نفسي مثلا، فالحوار راح في 60 داهيه. بتمنع الناس من التعبير عن رايهم. تخيل حد ممكن عايز يعبر عن رايه ويقول حاجه سليمه ممكن تفيد المجتمع، بس خايف ان الناس هتشخصن الموضوع وتقول له انت مين انت عشان تتكلم. واحد مثلا عايز يتكلم عن اضرار التدخين وهو فعلا بيدخن مثلا، يعني هيخاف لان الناس هتقول له انت اللي بتتكلم. كلمتكم في فيديو قبل كده عن موضوع الشخص اللي كان عايز يفتح قناه عشان يعلم الناس انجليزي، وكان خايف من اصحابه اللي هم في الجامعه اللي هيقعدوا يقولوا له انت قبل كده كنت بتنطق انجليزي غلط. اهي دي شخصنه 100%. اول حاجه هتحصل ايه هو خايف منها؟ الناس هتخش تقول له انت بتعلمنا انجليزي، انت اللي كنت بتنطق واتساب غلط والكلام ده، فطبعا مصيبه. فهنا هتمنع حريه التعبير، الشخص مش هيرضى يعبر عن رايه، هيخاف. النقاش بيتحول لخناقه او بيتحول لمهزله مسخره. خلاص انت بتتناقش في فكره معينه، فجاه حد راح يتكلم عليك، رحت انت هتتكلم عليه انت كمان، هتتخانقوا مع بعض، تمسكوا في بعض، تحولوا
اتحولت لخناقه او مهزله، شكرا كده خلاص الفكره طارت وبقت خناقه. ازاي تتعامل مع الشخصنه؟ اول حاجه ما تنزلش للمستوى ده خالص، ما تنزلش لمستوى النقاش ده. تاني حاجه رجع الشخص للموضوع الرئيسي. والله انت اللي بتتكلم، معلش انا بتكلم بس ناقشني في الفكره. انت اللي بتقول كده، معلش ربنا يصلح لي حالي ويصلح حالك، بس خلينا نتناقش في الفكره. دايما رجع الشخص من الخناقه للنقطه اللي انت بتتناقش فيها. اللي بيشخصن رجعه للنقاش على طول. تالت حاجه بقى، لو الشخص استمر انسحب فورا، سلام عليكم، لان النقاش ده مش هينتهي بفايده، لانه هينتهي بان الشخص ده هيفضل يتكلم عليك وعن شخصيتك، وزي ما قلنا من شويه هتتحول لخناقه، مفيش اي حاجه هتستفادها، والنقاش مش هيكمل لانك بعدت عن الفكره الرئيسيه. على فكره ممكن يكون عندك راي قوي ترد بيه على الناس او عندك حجه، بس بالشخصنه انت بتضيع الكلام ده، لانك بتثبت للي قدامك انك مش قادر ترد عليه، فرحت على طول عملت سويتش ورحت اتكلمت على شخصيته، وده دليل انك ما عندكش رد على كلامه. هو ده مبدأ الشخصنه او مغالطه الشخصنه. يا ريت بقى حضرتك تكتب لي في التعليقات كده ايه اكتر موقف قابلته في حياتك شفت فيه شخصنه او شفت فيه فكره الفيديو عموما. المغالطه بتاعتنا اسمها بالانجليزي اد هومينيم، المفروض كنت اقولها لك في الاول بس انا سبتها للاخر كده عشان الاسم يبقى لطيف في الاخر، ما رضيتش ابدا بيه يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونكون استفدنا بيه وخدنا فكره عن مغالطه الشخصنه. يا ريت لو عجبك الفيديو قول لي، هكمل لك باقي المغالطات ان شاء الله، وهتكلم عن كل واحده فيهم في فيديو، وهتلاقي بلاي ليست فيها كل المغالطات المنطقيه. اشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد، بس الاول نشوف فقره الايتمز. لازم النهارده معانا شويه ايتمز حلوه. نبدا اول حاجه بالميداليات، اللي انت عارفين يعني ان انا بحب الميداليات جدا. دي ميداليه عباره عن 3 ازايز ميه. الازازه انا مش عارف نوعها ايه وهل هي مقاطعه ولا لا، تقريبا يعني اسم مش باين، ايفيان. طبعا ايفيان مقاطعه، بس دي ميداليه مش هنشربها اكيد. الازايز شكلها جميل قوي، وكمان الكواليتي بتاعتها حلوه وناشفه يعني. دي هديه انا جبتها لاخويا، عباره عن طفايه. اخويا مدخن، ربنا يعني يصلح حال كل الناس اللي بتدخن ويبطلوا تدخين علشان صحتهم. خليني اوريها لك. دي الطفايه بتكتب عليها اسمك، بتبعت اسمك للموقع، يا رب الاسم يكون ظاهر. كتبت عليها الزيرو وجبت له واحده كتبت عليها احمد. بتفتحها كده، اوريها لك، هي كده مقفوله، كده مقفوله. تفتحها كده. طبعا ميزه الطفايه دي ايه؟ ان انت يعني لما تروح عند ناس ما تزعجهم، في ناس مش مدخنين فما عندهمش طفايه في بيت، اسهل حاجه تحطها في جيبك، تروح مكان يفتح الطفايه، تطفي فيها السجاير اللي انت بتشربها، اللي هو ربنا يهديك وتبطلها، بعد ما تخلص تقفلها وانت ماشي في اي حته تفضيها، سلام عليكم شكرا. ظريفه ولذيذه صراحه، وشكلها كده لطيف يعني. دي ايتم عباره عن زهر، بس خلينا نتكلم بالراحه الاول بهدوء. الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث انا مش عارف فيما معناه، ممكن تكتبوا لي في التعليقات، يعني بيحرم فيه حجر النرد واللعب بيه يعني. بس اعتقد طبعا اللعب بيه في ان انت تلعب بيه او تشوف مستقبلك او الكلام اللي هو كله حرمانيه ومعتمد على فكره الراندوم والكلام ده، فاعتقد الفكره منطقيه وواضح ان هي غلط. هنا دي مختلفه شويه. ده عباره عن كارت شكله جميل قوي زي ما انتم شايفين، عليه شكل الجوكر، كارت حديد على فكره، وفي زرار كده تدوس عليه زي ما انت شايف، يجيب لك رقم يمين وشمال عشوائي. طبعا ايه فكرته؟ فكره الايتم ان انت وصاحبك مثلا عايزين تبداوا لعبه وعايزين تشوفوا مين اللي هيبدا الاول. مفيش اي قمار هنا ولا حظ ولا اي حاجه يعني تخص اللعب في الحياه او تلعبوا على فلوس او اي حاجه من دي. هو مجرد هو رقم وانا رقم، انا مثلا الرقم الاكبر فانا اللي هبدا، بس مسابقه، اجابه على اسئله، اي حاجه حلال في النهايه تستفيد بالبتاع دي منها. هي ظريفه، ممكن اطفال يلعبوا بيها، شوفوا مين اللي هيجيب الرقم الاكبر، ممكن تعمل بيها شغل حلو كده. اتكلمنا عن 3 ايتم، فاضل لنا 2 تاني ويبقى خلاص، عشان الفيديو ما يبقاش فيه اكتر من كده. خليني اوري لك، انا واحد من الناس اللي بحب القصافات جدا. دي قصافه على شكل عربيه جميله قوي قوي بصراحه، عجبني شكلها زي ما انتم شايفين، تحفه بصراحه. بتفتحها كده تمام، وجوه كده في قطعه كده زي ما انت شايف، تعملها كده نزلها، بقت قصافه زي ما انت شايف، تحفه صراحه، شكلها جميل قوي 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 يعني. قصافه زي اللي احنا عارفينها بس على شكل عربيه، فلطيفه قوي عجباني يعني. دي اخر ايتم معانا، عباره عن حصاله، يعني حصاله ممكن تحط فيها كده بتاع 300 جنيه ولا حاجه يعني. اكتر حاجه تضحك، بص هي حصاله خشب وفيها ازاز من قدام او بلاستيك، شكله جميل قوي، مكتوب عليها make your dreams happen او make your dreams come true. طبعا تتحط كده كديكور، ابنك ممكن يحوش فيها مثلا بتاع 150 جنيه ويحقق احلامه بقى ان هو يأجر عجله ساعتين ولا حاجه. طبعا ما فيش زرار او حاجه تخليها تطلع الفلوس او تتفك اعتقد يعني، اتاكد لكم حالا بالظبط. مفيش، انا شلت التيكت اللي ورا، مش حاجه ورا، فطبعا انت حضرتك هتفك المسامير دي عشان تطلع الفلوس، فالفكره طبعا فاشله. لكن شكل حصاله
كنت هقول المحفظه كديكور، شكلها حلو جدا. يا رب تعجبكم ان شاء الله. يا رب يا جماعه الفيديو يكون لطيف وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد. سلام عليكم.